عسلامة سي عبد الرحمن العايدي. مرحبا بك، اهلا بك. شنو احوالك؟ بفضلك. الحمد لله. احنا فرحانين برشا اللي شفناك اليوم، بما انك الحمد لله يا ربي بعد وعكة صحية تمثلت تماما للشفاء، والف الحمد لله يا ربي. نشوفك اليوم متواجد في دورة 21 من مهرجان الأغنية التونسية، احكينا شوي. اليوم الندوة نتاع مهرجان الأغنية التونسية، الحقيقة فما لمة كبيرة برشا، فما ناس عبروا على فرحتهم تواجدهم، لأن لقاو النمطية اللي حاجتهم بهم، يعني تشريك كل الأجيال من الصغار من الكبار، من حتى فما حفلة من حفلات باش يعملوا فيها الإنتاجات القديمة اللي توفاو، كانوا هما السبب في دفع الأغنية التونسية. وكما نشوفوا قامات كبيرة وليت الوجوه النيرة كلها نتاع المطربين والموزعين والملحنين والمؤلفين، ثم هبة كبيرة برشا، ثم حقيقة تواجد كبير برشا، ثم حتى الصحفيين معناها حسب ما ريت أنا أسئلتهم معناها كانت واقعية ومفعولة، ثم لمة كبيرة بإشراف السيد محمد هادي الجويلي معناها اللي معروف بالمحبوب من طرف الفنانين الكل، نجم عمل اللمة هذه. وأنا سعيد بمشاركتي في الأغنية يعني في حفل الافتتاح. شنو يعني لك تكريم الراحلة المطربة الكبيرة الله يرحمها ذكرى محمد؟ هو أولا اعتراف، هي مطربة كبيرة تونسية عربية على مستوى العالم العربي كل شفتنا، وتستاهل هالنظرة هذه. وهذا درس للمطربين الصغار باش يعرفوا أن بلادهم ديما تخمم فيهم أموات أو أحياء، وهي تستاهل كل خير باش يشاركوا زاد مطربين كبار من تونس ومن خارج تونس، من مصر من غيره، وهذا كله يزيد في القيمة نتاع المهرجان على المستوى العربي والإعلام العربي كذلك. هالثلة القيمة، هالوجوه النيرة اللي باش تجي من مصر ومن العالم العربي، شنو قولك؟ اعطينا كلمة فيه. والله أصوات كبيرة، شاكر كله محمد حلو